بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كده بخير وبصحة وبسعادة دايما ان شاء الله، وكل فيديو الاقيكم كده متابعين الكرام بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده برضو شوية مشتريات من الفوط هوريها لكم معايا. شوية فوط حلوين أوي، شكلهم حلو والله وخامتهم حلوة أوي، هتشوفوهم معايا كده ان شاء الله. ابدا كده. اول حاجه يا جماعه، ده اول طقم 4 فوط. زي ما انتم شايفين الواناته كده، هي في اللي هو البربر ده اللي هو الموف يعني، والجري والكافيه يا جماعه، والبيش. يعني هم الواناتها بصراحه يعني الكاميرا ظلماهم قوي، بس الواناتهم حلوه. الماركه بتاعتها اللي انا وريتها لكم ماركه باندا، ماركه معروفه، حلوه قوي، خامتها حلوه قوي، شوفوات جميله جدا. ومساحة الفوطة يا جماعة أو حجم الفوطة 60 في 120 زي ما أنا بوريكم كده. شوف حتى الهاند ميد بتاعها جميل جدا 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 زي ما انتوا شايفين على حرف الفوطة كده. والفوطة ناعمة جدا. أنا للأمانة كده يا جماعة، أنا إيه لما جبتها افتكرتها ان الفوطه دي يا جماعه ايه قطيفه. اللي يعرف برضو يقول لي، قال لي إن الفوطه دي قطيفه، فانا قلت لها لا انا مش عايزه فوط قطيفه يعني، لان انا اسمع ان القطيفه مش حلوه قوي في الاستخدام. قالت لي لا ده مش عارفه، قالت لي قطن ايه يا جماعه، قطن من فايبر، قطن مش والله قالت لي قطن الباندا معروفه قطن مش فيها قطيفه. فانا اقتنعت بكلامها. بس انا حساها كده ان هي فعلا ايه، تحس ان هي عامله زي القطيفه، بتلمع كده وفيها لمعه، وكمان خامتها ناعمه قوي. هي قالت لي لا اللي انا اشتريتها منها، ما اعرفش هل كده صح ولا ايه. اللي يعرف يا جماعه يقول لي، او يقول لي على الماركه دي فعلا بيبقى ما فيهاش القطيفه، ولا هي قطيفه مش عارفه ولا هي قطيفه مش عارفه. دول زي ما بوريكم كده اشكالهم واحجامها. زي ما بقول لكم الحجم بتاعها 60 في 120. حلوه قوي والله يا جماعه، خامتها حلوه جدا وتقيله قوي قوي قوي، وشكلها شيك جدا جدا جدا. ده يا جماعه الطقم ده انا كنت جايباه. انا بوريكم بلمسها اهي، وبوريكم يعني عجباني قوي الفوطه يعني. مش كماركه والله، كخامه، خامتها حلوه قوي قوي قوي. دي كنت جايبهم يا جماعه ب 750 جنيه. ال4 فوط باندا كنت جايباهم ب 750. ده تاني طقم جبته اطفال النهارده، يعني ده مليكه زي ما بوريكم كده، الماركه بتاعته اسمها مليكه. برضو قالوا لي حلوه قوي 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 في الاطفال. فانا جبتها. دول يا جماعه دول 6 فوط. 6 فوط بالواناتهم اللي انتوا شايفيهم كده. انا بحاول ما اكررش الالوان لا في الاطفال ولا في الكبير، بس للاسف بيبقى لازم لون او 2 او 3 مكرر في كل، حتى في كل الماركات. يعني في كل الماركات بتلاقي هو نفس الالوان اللي موجوده في الماركه دي غير الماركه دي، بس بتبقى الالوان فيها مكرره، وفي الوان لازم لون او 2 بيبقى مكررين في الماركه. الفوطه حلوه قوي. انا مش عارفه هي مساحتها متهيألي 50 في 60 حاجه زي كده، بس هي حجمها حلو قوي. يعني حجمها وتنفع كفوطة وش يعني ايه، تستخدميها انت كده. برضو نفس الكلام، الخامة بتاعتها حلوة وتقيلة برضو زي ما بوريكم كده. الاشكال اللي مرسوم عليها مختلفة عن التانية. وعلى فكرة الاشكال دي كمان ايه، انا هوريها لكم دلوقتي ان هي مخيطة فيها، يعني مش هتطلع، يعني الحاجات دي مش بتطلع لانها مخيطة. هقلبها لكم كده اهو، هتشوفوها في الجنب كده. الحاجات اللي هي ايه مخيطة فيها. لما تجيبوا الحاجات يا جماعة، لما بيكون فيها هاند ميد او لما بيكون فيها اي رسم تاني، لازم نكون ما تجيبوش الحاجة اللي لازقة. هاتوا الحاجة اللي بتبقى مخيطة في قلب الفوطة نفسها. انا عن نفسي في حاجات بيبقى فيها لولي وحاجات كده، انا معرفش، انا مش مقتنعة بيها. حتى لو كان فعلا بيقولوا ممكن تكون للدولاب العروسة في البداية كده في الرص وفي الكلام ده، مش مقتنعة بيها خالص. ان انا اجيب فوط فيها لولي وحاجات والكلام ده كله مع اول غسلة بيروح. فما تبقاش انت جايبة فوط غالية وجايباها يعني بفلوس والدنيا غالية، واجيبها وبص الاقيها شكلها باص. فلا انتقوا يعني، لا عندي الهاند ميد او الجبير او السادة هو احسن حاجة. انا ما اعرفش، مش مقتنعه، بس في ناس بتقولي لازم تجيبيها عشان خاطر الرص الدولاب للعروسه في الاول بيبقى لازم يبقى فيه حاجه كده. بس انا مش مقتنعه بان يبقى فوطه تبقى فيها لول يا جماعه ويبقى فيها حاجات كده، مش مقتنعه بيها خالص. وبرضه باخد رأي بنتي، يعني انا يعني باخد رأيها وباخد ذوقها، هي اللي بتبقى الحاجة اللي هي محتاجاها انا بجيبها. حتى لو كانت طالعة موضة او طالعة كده ما بمشيش وراها، يعني الحاجة اللي بتبقى هي مرتاحة لها انا بجيبها. يعني مثلا ما بحبش اجيب مثلا، هي ما بحبوش الحاجات اللولي والحاجات ده في اي حاجة في لبسهم حتى.
فانا مش عارفه، قولوا لي ايه رايكم. تاني حاجه انا جبت اللي هو البشكير ده. انا اوريلكم الماركه بتاعته اسمها ميرسي. انا بقول لكم على الماركات ليه؟ يعني مش والله مش اعلان، انا بقول لكم ان الماركات يعني في ماركات بتبقى خامتها حلوه قوي 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 قوي، زي ما بقول لك مش بالماركه. يعني انت ممكن تفتحي ما تكونش ماركه معروفه وتفتحي فوطه تلاقي جودتها حلوه وخامتها حلوه، هاتيها والله هاتيها، مش لازم بالماركه يعني. ده كده ايه يا جماعه؟ بشكير. البشكير ده كبير قوي قوي قوي، وزي ما انتم شايفين اللي هي حرف شلاشيب كده، وحرف شلاشيب اللي هي الايه الضفيره ده، حلو قوي عاجبني، وكمان عاجبني خامته وكبير جدا. احنا طبعا البشكير هنجيبه، بس في طبعا طقم بورنس وكده بيغني عن البشكير، بس ايه على الاقل هاتلك بشكير او اتنين، يعني مش الاقل، عايزه تجيبي الاتنين هاتي، عايزه تجيبي واحد هاتي. زي ما انتم شايفين كده حجمه كبير قوي. والله العظيم انا ما قريتش يعني الحجم بتاعه او الطول او العرض بتاعه، بس هو كبير كبير قوي 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 يعني، وتقيل. انا وانا بشيله لكم بايد واحده كده، وانا بوريه لكم مش قادره اشيله لانه حلو قوي. ده كنت جايباه ب 375 جنيه. ده كنت جايباه ب 375 جنيه. انا قلت لكم طقم الفوط، برضو طقم الفوط برضو ب 375 اللي هو الاطفال. معلش انا بنسى، ما بكلمكم فبنسى. دي كده يا جماعه ايه؟ البشكير ان شاء الله زي ما بوريكم اهي الماركه اهي. ان شاء الله باذن الله مع الايام الجايه ان شاء الله باذن الله برضو ممكن اجيب ايه، ان شاء الله طقم سرير زي ما بلاقي، يعني بلاقي اللي بلاقي قدامي، وبلاقي حاجات حلوه وخامتها حلوه بجيبها. ممكن اكون رايحه اشتري حاجه واجيب حاجه غيرها خالص والله. ده كل ايه المشتريات اللي انا اشتريتها النهارده، اللي هي الفوط. زي ما بقول لكم انا ايه هعمل معاكم كده ايه، بحط دماغي في حاجه بحب ان انا اخلصها، يعني مش عايزه ان انا مثلا كده، بس ايه زي ما بقول لكم اللي لقيت حاجات تاني هجيبها ان شاء الله. مفارش او برضو ده طقم تواليت، فوط تواليت كده حلوه برضو، لقيتهم كده 6. كانت الستة دول كان معمول عليهم عرض ب110. وان شاء الله باذن الله لسه طبعا فوط المطبخ، ولسه كمان معانا كده ان شاء الله فوط تاني باذن الله. ده كان النهارده يا جماعه الفيديو بتاع النهارده. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه يا جماعه. اللايك للفيديو عشان الفيديو يترفع ويتشاف لاكبر عدد منكم. والله يا جماعه الفيديوهات الايام الاخيره دي والله ما جايبه اي حاجه خالص، معدومه المشاهده خالص. فبتمنى منكم اللايك والشير والاشتراك في القناه، ومع الف سلامه، واشوفكم على خير الفيديو الجاي باذن الله. مع